أهلا بك. ناس كتير لما بتشعر بمشاعر سلبية بتخاف تواجهها وبتهرب منها أو تكبتها، في حين إن المشاعر السلبية دي هدفها إنها تشاور لنا على المناطق اللي في حياتنا اللي محتاجين نشتغل عليها علشان نعيش حياتنا بصورة أفضل. لأن المشاعر السلبية ما هي إلا رسل محملة برسائل من أرواحنا. فمثلا مشاعر الخوف بتشاور لنا على المناطق اللي في حياتنا اللي بنشعر فيها بعدم القدرة. مشاعر الغضب بتعرفنا الحاجات اللي بتستحوذ على قدر كبير من اهتمامنا. أما مشاعر القلق فبتشاور لنا على المناطق اللي في حياتنا اللي محتاجين نستعيد فيها التوازن. لو قدرنا نترجم الرسائل اللي المشاعر السلبية دي بتحملها لنا ونتجاوب معاها بطريقة صحية، هنقدر نستفيد بالمشاعر السلبية دي علشان تدعم حياتنا بدل ما تضغط علينا وترهقنا نفسيا. لو عايز تتعلم ازاي تترجم رسائل مشاعرك السلبية وتستفيد بيها، اتواصل معايا فورا عن طريق رسائل الصفحة. أخيرا كونوا دائما معافين. بشكرك.